بمناسبة إن الحاه ره به على أرض الواقع انتهت خلاص بشكل رسمي بعد قمة السلام في شرم الشيخ، أنا جاي أقول لك إن في حاه ره به تانية بدأت بالفعل، ولكن بشكل مختلف حبتين، وهتبقى مستهدفة رواد المواقع، ومش بس أهل غزة، ده هيبقى العرب والمسلمين أجمع، خصوصا بقى بعد ما اشتروا منصة تيك توك بشكل رسمي وبدأت الخوارزميات تخدمهم في توجيهاتهم. يعني بكل بساطة اللي عايز أقوله إنهم هيحاولوا يدفنوا التاريخ اللي مر على مدار السنتين وينسوا الناس اللي هم عملوه ويحاولوا يكسبوا تعاطفهم من تاني، عشان اللي كان مقاطعهم يرجع يتعامل معاهم تاني، وغيرهم كتير من الأهداف اللي هيستخدموا المواقع لتحقيقها، زي إنهم يلهوك ويفسدوك ويفسدوا أخلاق الجيل بأكمله، ويحاولوا ينسوهم مبادئ دينهم وحياتهم بالكامل، ويحاولوا يخلوا وشهم في وش الموبايل ما بيشيلهمش عشان يبقوا مستهلكين دايما للي هم بيصنعوه من مواقع لمنتجات لغيره غير إنهم هدفهم إنهم يخلوك موجه بفكرك وعقلك وكل جوارحك لأفكارهم اللي بتتوجه لك على حسب اهتماماتك، واهتماماتك دي اللي هم بيسمعوها ويشوفوها من خلال الموبايل اللي في ايدك، ويفنطوها كده وبيوجهوا لك محتوى متنقي علشانك. فلو فاهم اللي انا بقوله حتى الان، ارجوك الحق نفسك وحدد هدفك من الانترنت، ومهما ظهرت قدامك مغريات ما تتوجهش ليها ولا تتسحب معاها، واللي هتلاقيها في كل حاجة حواليك، واكتر حاجة هتلاقي فيها رسائل ليهم بكل الاشكال هي دوامة التقليب العشوائي. فبلاش تكون من مدمنيها، وتابع بس اللي بيفيدك وبيضيف لك، وما تتفرجش غير عليه. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تتفاعل مع الفيديو ده بكل حاجة توصله لأكبر عدد من الناس، عشان كل الناس يبقى عندها وعي برسائلهم اللي المفروض احنا نقطعها من دلوقتي، عشان كلها بلا استثناء ضدنا. فولو ولايك وشير وصلي على النبي.